واذا خسرت البوليزاريو الصحراء الغربيه الجزائر هي خاسره. انا كلامي هذا للجنرالات، رانا داخلين في حيط، فتحنا ابواب جهنم على انفسنا من الاتحاد الاوروبي كله. راح تولي الجزائر محاصره. الان رانا حاصلين في وزير الخارجيه ذهب الى تونس، وزير الخارجيه استقبل موريتانيا وراح لاثيوبيا. رانا ندوروا في زوج دول لاننا تغلطت علينا، رانا محاصرين، هذه حقيقه. ناصر بوريطه راهو يطير من الامريكان لفرنسا، من فرنسا لصربيا لكرواتيا كذا، وحنا عندنا عطاف استقبل وزير خارجيه تونس او راح لموريتانيا او راح للصومال، قعدنا ندوروا غير في الزريبه هنا، لانه دول اوروبا للاسف الشديد لا تريد استقبال احمد عطاف. بوريطه بعد ما حقق هدف في سلطنه عمان، وبعد دول كثيره اللي راهم ينضموا لاعتراف بمخطط المغرب في قضيه الصحراء، الان كرواتيا، وحسب معلومات انه حتى سلوفينيا. يعني الان راه يدير في جوله في اوروبا الشرقيه بالتزامن مع ترأس فرنسا، لانه فرنسا الان راهي رئيسه مجلس الامن لمده شهر. هذا الشهر فرنسا هي اللي رئيسه، دير كراح، تقدر تستغل هذا الشهر دير كراح. فرنسا راه فيه نقاش على قضيه الصحراء الغربيه، قد تجمع 9 اصوات من بين 15 صوت في مجلس الامن وتحقق الهدف. نعم، لانه القرارات في الامم المتحده تكون ب9 اصوات من 15 هم اعضاء مجلس الامن الدائمين، كاين 5، والغير دائمين كاين 10 اللي يتداولوا. ال10 هذو فيهم بعض الدول اللي هي ماشيه مع الجزائر والصحراء الغربيه، لكن فيهم دول كثيره اللي ماشيه مع، على الاقل مع فرنسا او شويه مع المغرب. كاين كثير من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدائمين 5 معروفين: امريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين، هذو دائمين. الدول اللي هي غير دائمه عضوه بالانتخاب، كاين الجزائر طبعا ما تمشيش، الدنمارك ممكن تمشي مع فرنسا الاتحاد الاوروبي، اليونان تمشي مع فرنسا، باكستان تمشي مع فرنسا يمشوا مع القوي، بنما تمشي مع فرنسا، كرواتيا لا، جمهوريه كوريا نص نص مانيش عارف، سيراليون الافريقيه تمشي مع فرنسا 100%، سلوفينيا مع فرنسا، الصومال مع فرنسا. قد هذو 6 7 زد لها الامريكان 9، زد لها بريطانيا 10. تبقى لنا روسيا والصين يمتنعوا عن التصويت. روسيا ما يديروش حق الفيتو، يمتنعوا عن التصويت، قال دزوا معاهم، احنا احتجناك في وقت الاخر حرب مع اوكرانيا ما وقفتوش معنا، الله يسعدكم الله يدبر راسكم. الصين قال يا خويا خرجتوا الشركات الصينيه وسمحتوا فينا لصالح اردوغان، روحوا اردوغان ينفعكم. الان الشركات الصينيه تم ابعادها، شكون اللي حل محلهم؟ الاتراك. الصين اللي مستفيدين منها ومحتاجين على الاقل حق الفيتو، الصوت تاعو في الامم المتحده في مجلس الامن، خسرناهم. واش استفدنا بالقسام هذا يا اردوغان ورب تركيا؟ واش استفدنا من ربهم هذو؟ الصين كنا مستفادين منها، دوله تكنولوجيه نستفادوا منها، الصناعه الصينيه نستفادوا من حق الفيتو. كي نحتاجوهم على الاقل في حاجه في مجلس الامن، قال يا ودي عاونونا، قال رانا هنا يضرب لك الطاوله حق الفيتو. الان لا يقف ضد الصحراء الغربيه، لكن لا يقف معها، يمتنع عن التصويت، قال يروحوا ما شافش، يقول لك خذونا تاخذوا، نروح نربح العيب لفرنسا ونربح العيب لبريطانيا ونربح العيب لامريكا على جال يروح بعد. واذا خسرت البوليزاريو الصحراء الغربيه الجزائر هي اللي خاسره. خلاصه القول داخلين في حيط، خلاصه القول رانا داخلين في حيط، علينا ان نعيد حساباتنا. استفيدوا من اخطاء الماضي وما تخلوش يمسحوا الموس فيكم. اخطاء السياسيين يدفعها العسكر، اخطاء السياسيين يدفعها العسكر. الان رانا حاصلين في وزير الخارجيه ذهب الى تونس، وزير الخارجيه استقبل موريتانيا وراح لاثيوبيا. رانا ندوروا في زوج دول لاننا تغلطت علينا، رانا محاصرين، هذه حقيقه. ناصر بوريطه راهو يطير من الامريكان لفرنسا، من فرنسا لصربيا لكرواتيا كذا، وحنا عندنا عطاف استقبل وزير خارجيه تونس، سافر الى تونس، هاو رجع لتونس، هاو راح لتونس، هاو راح لموريتانيا، هاو راح للصومال، قعدنا ندوروا غير في الزريبه هنا، لانه دول اوروبا للاسف الشديد لا تريد استقبال احمد عطاف. وواحد ما يستقبلنا، احنا جانا وزير الدفاع تاع موريتانيا، هاو جانا وزير الداخليه والخارجيه تاع تونس، هاو جانا وزير حكومه البرهان، هاو جانا نص موريتانيا، هاو جانا، رانا محاصرين، حابين ولا كرهنا رانا في الخاع. نختم لكم بهذه الكلمه وهذا الخبر المحزن والمؤسف. اليمين المتطرف والمستفيدين من الازمه ما بين الجزائر وفرنسا دفعوا بنات بوعلام صنصال انهم يكتبوا رساله ويوجهوها الى الرئيس ماكرون يطلبوا منه انقاذ والدهم. وهذه لعبه خطيره وخبيثه وقذره، لانه لو كانوا ناس حابين الخير لصنصال وحابين الخير لفرنسا
وحابين الخير للجزائر يقولوا لبنات صنصال اكتبوا رسالة إلى الرئيس تبون، أنتم جزائريين وبيكم جزائري في الأصل، قبل ما تكونوا فرنسيين أنتم جزائريين وبيكم جزائري وأنتم جزائريات ورئيسكم هو الرئيس تبون. اكتبوا رسالة إلى التبون قولوا له يا سي تبون أنت راك في مقام والدنا، نطلب منك بكل إنسانية تعفو على والدنا، راهو في عمره 80 سنة وعنده مسكين سرطان وعنده كذا وعنده السكر وعنده لاطونسي وعنده كذا، في جانب إنساني في جاه ربي أطلق لنا بوينا يموت عندنا في الدار. الرسالة تكون إلى الرئيس تبون، ما تكونش إلى الرئيس ماكرون، لأنه ماكرون مش في يده الحل. صنصال راهو محبوس في الجزائر مش في فرنسا. إذا أنت كي تكتب لماكرون راك معناتها تضرب في ريح بهراوة، وأنت ماكش فرنسي، أنت جزائري الأصل. أنت يا بنت صنصال اكتبي برية تبون، لأنه اللي قالوا لك اكتبي برية راهم طبعوك على راسك، حبوا باباك يموت في الحبس. أنا نقول لبنات صنصال اللي قال لكم اكتبوا لماكرون راهو حب باباكم بوعلام يموت في السجن، وإذا لا قدر الله مات بوعلام صنصال في السجن ادوها من عندي، كل أوروبا ستقف ضد الجزائر، كل أوروبا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، إيطاليا، إسبانيا، كل، لأنه فرنسا ستؤثر على دول الاتحاد الأوروبي. يقول ما هو قتلوا واحد في عمره 80 سنة مات في السجن، وهذا اليمين المتطرف يتمنى موت بوعلام صنصال في الجزائر، يتمنى موته في السجن مش في الجزائر، لأنه يموت في بومرداس في داره عادي أمر بيد الله، لكن يموت في السجن ستكون ضربة قاضية. شتو علاش نقول لكم أنا خطونا من ركوب البرداعي، لا داعي لركوب البرداعي يخطوكم. أنا مانيش بيا حب صنصال اللي ربي يطلق سراحه، أو بيا حب ماكرون، أو بيا حب روتايو، أو بيا حب موسى أو عيسى أو دحمان. أنا بيا حب بلادي، قاعد نقول لكم ما تورطوناش، لأنه لا قدر الله لو يموت بوعلام صنصال في السجن فتحنا أبواب جهنم على أنفسنا من الاتحاد الأوروبي كله. راح تولي الجزائر محاصرة من كل أوروبا، راح تولي محاصرة.